يلا بينا مع بعض نعمل احلى والذ بيتزاية دايت. ممكن تجربيها بدون بيض، بدون دقيق، بدون لبن، بدون عجين بمعنى اصح. هي بروتين وخضار بس، ما بتاخدش معاكي 3 دقايق وتكوني تكوني مجهزاها. معايا هنا نص كيلو فراخ مفرومة، صدور فراخ مفرومة في الكبة. هضيف عليها التوابل بتاعتي، ملح وفلفل اسمر وزعتر وشوية بهارات فراخ او 11 بهار او 7 بهارات المتوفر عندك. واقلبهم كويس مع بعض، ما بحطش ولا زيت ولا بيض ولا اي حاجة، هو بروتين وشوية توابل بتوعي وبس كده. بقلبهم كويس مع بعض، وبعد كده بجيب الصينية بتاعتي من غير برضو ما ادهنها اي زيت. لو الخطوة ديت، لو انتي ما عندك صينية ألمونيا، ممكن تحطي ورقة زبدة تحت. انا حطيتها هنا. المقدار اللي انا عملته بيعمل صينيتين، فانا عملت الصينيه ديت والباقي شلته في الفريزر. في طريقتين بقى للتسويه. اولا ممكن تدخليها كده حوالي تلت ساعه في الفرن تستوي بس، وبعد كده تطلعي تحطي عليها الحشو. بس انا فضلت ان انا اعمل حشوه وادخلها. بس في نقطه هقولك عليها قدام شويه. هنا انا جبت الصلصه بتاعت البيتزا اللي انا عملتها معاكم قبل كده، وحطيتها وحطيت فراخ. خطوه اختياريه، ممكن ما تحطيش لان هي معموله بالفراخ اصلا. تحطي الخضار والموتزاريلا بتاعتك بس تكون طبيعيه، اي نوع بتفضليه، ورشه زعتر كده جميله على الوش، وتدخليها الفرن. في بقى ما تحطيش الموتزاريلا غير في اخر 10 دقايق، هي بتاخد تلت ساعه في الفرن. من تلت ساعه نص ساعه احطيها اخر 10 دقايق بس في الفرن، عشان ما تحمرش كده معاكي. قطعيها وكليها بألف هنا، بس اصبري عليها شويه عشان كانت سخنه جدا، عشان كده كانتش ماسكه نفسها شويه، بس هي بتبقى تطلع بكل سهوله. وطعمها خطير يا جماعه، طعمها حلو قوي قوي قوي. هتبطلي تعملي اللي هي بعيش. ما تنسينيش في اللايك واعملي كومنت حلو، ولو لسه مشتركتيش في القناه اشتركي، واشوفك على خير في فيديو جديد. باي باي.